السلام عليكم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو، فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له ولا ولد له ولا زوج له، أحد في ذاته وصفاته وأفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره بلا يوم الدين. ثم أما بعد، ما زلنا أحبتي في الله مع فقه الزواج أو آداب الزفاف، ونحن في هذا اليوم الأغر مع موضوع بالأهمية بمكان،
لأن كثيرا من الناس أو من المسلمات أو من الفتيات قد يدخلن النار بسبب الزينة المحرمة. وكثير من الآباء والرجال والإخوة قد يدخلون النار أيضا بسبب التفريط وعدم النصح للزوجة أو للبنت أو للمرأة. فهذا هو موضوع مع حضراتكم في آداب الزفاف، زينة المرأة المسلمة. أحبتي في الله، لقد خلق الله سبحانه وتعالى المرأة فأجرى في دمائها وأوجد في عروقها حب التزين والتجمل والتحلي. قال سبحانه في حق الأنثى: أو من ينشر في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالزينة فطرة في المرأة، وهو أمر مباح لها بالمطلوب، ولكن بشروط: أن لا تكون هذه الزينة محرمة، وأن تتزين المرأة إلا لمن يحق له أن يراها في هذه الزينة. واضح؟ أن تكون الزينة غير محرمة، وأن يرى المرأة إلا من يحق له رؤيتها في زينته. فالسؤال المطروح: من له الحق أن يرى زينة المرأة؟ سؤال. وش تخرج المرأة في الشوارع لتبرز زينتها لجميع الرجال أو في المهن؟ لا ورب الكعبة، هذا إثم مبين، وقد يحبس المطر وتقع الطامات العظمى بسبب هذه المعاصي. من له الحق؟ الزوج. وهذا بإجماع جمهور أهل العلم. للزوج الحق أن يرى زينة زوجته الظاهرة والباطنة، لا خلاف في ذلك ولا حشمة بين المرأة وزوجها. قال الحق سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الزينة الظاهرة والباطنة للمرأة بحق الزوج وحده، وهذا بإجماع جمهور أهل العلم، يعني المالكية والشافعية والأحناف والحنابلة وغيرهم من أهل العلم. تو بقية المحارم لهم الحق أن يروا زينة المرأة، ولكن أقل، بدرجة أقل. شكون؟ كالأب والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت وجميع النساء والأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء. هذا مش يروا من زينة المرأة، يرون ما فوق السرة وما تحت الركبة. وهذا قول الإمام مالك والشافعي والحنابلة، يعني الأب والأخ والعم والخال له الحق أن يرى ما فوق السرة وما تحت الركبة. وذهب بعض أهل العلم قالوا هؤلاء المحارم، يعني الأب والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت وجميع النساء والأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، شنو يروا المرأة في ثياب مهنتها كما تلبس في بيتها، لابسة المصفيت ولا كاشف عن ساقيها قليل أو كاشف شعرها وبعض العنق. هذا ما يجوز لبقية المحارم. الأمر واضح، الزوج يرى الزينة الظاهرة والباطنة، أما بقية المحارم يرون المرأة في لباس المهن في بيته. هذا واضح، يكون عنده الحق يرى الزينة. إذا المرأة التي تخرج لتكشف عن نفسها فهي آثمة ورب الكعبة، إثم مبين. وتكاد السماء تطئ وتخر الجبال هدا. فزينة المرأة إذن مطلوبة للزوج، بشرط أن تكون ليست محرمة. هم مش نفصلوا، ليست محرمة
وأن لا تكون فيها تشبه بالرجال، ولا تكون فيها تغيير لخلق الله، ولا تكون فيها تشبه بالكافر. مش فيها تشبه بالكافر. نبدأ بالزينة في الشعر، شيء واحدة زينة في الفم والعين، ما يجوز وما لا يجوز، تفصيل دقيق بإذن الله تعالى وبالأحاديث. الزينة في الشعر، زينة المرأة في الشعر. الشعر بالإجماع، أي بإجماع أهل العلم، عورة، لا يحق لأحد دون المحارم أن يروا شعر المرأة، يعني النساء الكاسيات العاريات التي قال في حقهن النبي عليه الصلاة والسلام: 2 من أمتي لم يعرضوا علي يوم القيامة، شكونهم؟ نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، شعورهن كأسنمة البخت، مورش عرض، لا يرحن الجنة ريح الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وفي رواية: وإن ريحها يوجد على بعد كذا وكذا. الشعر، شعر المرأة زينة للمحارم، يعني لزوجها وبقية المحارم. أما بقية الرجال فيحرم عليها إبرازه لهم. الشعر تسرحه وتحط له الزيوت وغيرها للزوج، هذا للزوج فقط. وش تتزين لبقية الرجال؟ للزوج. وهذا مطلوب، بل أمر شرعي في حق المرأة، لأن في ذلك جلب للسرور للزوج. وش بقية الرجال؟ ما لكم ما رجال أخرى، بل تأذن. فيه جلب للسرور للزوج، وهذا مطلوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصف المرأة الصالحة لم يصفها بكثرة صلاة، ولا بكثرة صيام، ولا بكثرة قيام، ولا بكثرة صدقة، ولكن قال المرأة الصالحة، والحديث رواه النسائي وغيره بسند صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرأة الصالحة شكوني؟ التي تبره إذا أمر، اسمع الثانية، وتسره إذا نظر. يعني تزين شعرها وتضع له الزيوت وغيره من باب التجمل للنساء للزوج. تو سؤال آخر: هل يجوز المرأة أن تضع شعر اصطناعي، يقولوا بيوليك ولا باروك؟ هذا ورب الكعبة أكبر حرام، أكبر حرام، بل من تفعل ذلك فقد وقعت في كبيرة، بل في لعنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي لعنة الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث في الصحيحين من حديث أسماء قالت: لعن الله الواصلة والمستوصلة، التي تنبلها الشعر وهي الزوز ملعونين. أي وحدة تضع شعر اصطناعي أو تصله بشعر من نفس الجنس فهذا حرام، بل تتعرض للعنة الله ورسوله. والحديث في الصحيحين كما قلت من حديث أسماء: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وإن كانت بنت عشر وتمرق شعرها، تاح شعرها، لا يجوز لها باش تركب شعر اصطناعي، هذا حرام للنساء وكذلك للرجال، أكبر حرام، لا تضع شعر اصطناعي. روى الشيخان من حديث أسماء قالت: أتت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، إني أنكحت ابنتي، بعد زوجي ومدة أيام ونبعثها زوجي، فتمرق شعرها، يعني سقط، تاح شعر، قالت من غير شعر. قالت: يا رسول الله، خلنا نعملها شعر، دعني أصل شعرها. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة. لعن الله الواصلة والمستوصلة. يجوز المرأة أن تصل شعرها بخيوط من حرير أو صوف جاهز، أما بشعر من نفس الجنس فهذا حرام، تضع بيريك ولا غيرها، هذا حرام للنساء والرجال. تمشي زينة أخرى في الشعر.
ما يسمى بالاستحداد ونتف الإبل. هذا أمر مطلوب شرعي، وهذا من الفطرة للرجال وللنساء على حد السواء، نتف الإبل وحلق العانة. هذا أمر مطلوب شرعي، مش العروس فقط بل لجميع الرجال والنساء. ولا يجوز لك أن تغفل عن هذا الشرع أكثر من 40 ليلة، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه وارضاه قال: وقت لنا، النبي وقت لنا في الشارع وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نتجاوز أكثر من 40 ليلة. وهنا مصائب تقع فيها كثير من النساء، خاصة في أيام الزفاف، فيما يخص حلق العانة ونتف الإبط، خاصة حلق العانة. يهز المرأة الحمام، وهذا أكبر البدع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث صحيح: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. ماشي حمامها في بيت زوجها أو بيت أبيها عورات، وبرا حتى نساء كيفك يصفنك ببقية الرجال، مش تحكي بك رجل فقد كشفك. هذا لا يجوز شرعا. وقد توكل العروس بعض أصدقائها أو أمها لحلق العانة، وهذا أكبر حرام ورب الكعبة، إذ ما تحت السرة إلى الركبة ليس إلا من حق الزوج، لا أبوها لا أمها لا صاحبتها. أكبر حرام، وهذه عورات. إذن نتف الإبط وحلق العانة أمر مطلوب وأمر شرعي، وله توقيت وتفوتش 40 ليلة، وهذا من باب النظافة والجمال، لأن دين الإسلام قد يغفل الكثير عن ذلك، دين الجمال، فالله جميل. والحديث رواه مسلم بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله جميل يحب الجمال. وقال الله سبحانه وتعالى: فاصفح الصفح الجميل. وقال سبحانه: واهجرهم هجرا جميلا. وقال سبحانه: واصبر صبرا جميلا. فالإسلام كله دين الجمال، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أجمل الخلق بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. فتعهد الإبط والعانة من الفطرة السليمة، ليست للعروس فقط بل لجميع النساء ولجميع الرجال، من باب النظافة. ننتقل إلى شعر آخر فيه إثم مبين غفلت عنه كثير من النساء. ما هو؟ شعر الحاجبة. تتزين المرأة لزوجها بنتف الحاجبة ولا بتدقيقها، وهذا هو النص بعينه. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة، التي تحلها الحجامة ملعون، وهي ملعون. شنو معناتها النمص؟ إزالة الحاجب بكليته، نحيه كله وترسمه بقلم، هذا نمص. وإلا تدقيقه جود فيه، هذا نمص. أو نتف الحاجب، هذا نمص. أي واحدة تعمل هيك دخلت في لعنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث رواه مسلم والبخاري بسند صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله النامصة والمتنمصة. جاءت امرأة ابن مسعود قالت له: يا رسول الله، ولا نسوق ونزكي ونحج، نحيت شعرتين من حواجبي والمصد مطرودة من رحمة ربي. قالها: ايه انت مطرودة من رحمة، مالي لا ألعن ما لعن رسول الله. قالت له: هذا موجود في القرآن، أعطيني آية. قال: موجود. هو روى الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. ورب قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فاتباع أمر النبي عليه الصلاة والسلام ليس أمرا اختياري، بل هو شرط الإسلام وحد الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فيما شجر بينهم. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر النبي، أن تصيبهم فتنة وقعنا في الفتن. وقال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله النامصة والمتنمصة. تو الشعر ما فوق الأنف، الشعر أنا فوق الأنف، وليس من الحاجب اللي بين الزحوات. هل هو من شعر الحاجب أو لا؟ قال أهل العلم: يجوز إزالته، لأنه ليس من أصل الحاجبين، ليس من أصل الحاجبين. النمص إذا حلق الحاجب بكليته أو تدقيقه أو نتفه. تو شعر من حاجب المرأة وتحب تزين زوجها وهابط الشعر العين يؤذي النظر وغيره. قال أهل العلم: يجوز قصه، لا نتفه، يجوز قصه فقط. هذا زينة المرأة في الشعر. نمشي زينة المرأة فاش في الأسنان، في الفم. المرأة التي تتزين لزوجها في فمها ايش تعمل؟ تستهك أو ما شابه السواك، دونتوفريس، معجون الأسنان، هذا كله يدخل في باب السواك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستهك. تعرف بدون ما يثور من النوم عليه الصلاة والسلام قبل أن يقول أذكار الصباح: أصبحنا وأصبح الملك كله، الحمد لله الذي أحيانا بعد الموت، غيره من الأذكار. قبل أن يقول ذلك ولكنه يستهك عليه الصلاة والسلام، ثم يقول الأذكار كي يخرج الذكر طيبا من فيه عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير صلاة العشاء. تستحق تأخير صلاة العشاء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير صلاة العشاء. اسمع الثانية: ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ما لا يجوز للمرأة في الأسنان. شنو هو اللي يحرم عليها تفعل في الأسنان؟ نحن بين الزينة الحلال والحرام. أن تفلج بين الأسنان، جيب بين السنة والسنة وتوسعها، تعمل فرق بين السنة والسنة لتظهر صغر السن أو جميل الابتسام. هذا حرام، بل تتعرض للعنة الله ورسوله. الحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. توسع في سنها عمدا باش تبان صغيرة في العمر أو لتبرز جميلة ابتسامتها. هذا حرام، بل تتعرض للعنة الله ورسوله. لعن الله المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. ويجوز للمرأة أن تضع الأسلاك، أسلاك ذهب أو فضة أو حديد في أسنانها لتقويم الأسنان. هذا كله جائز وليس في ذلك حرج. مش تسقم سنانها معوجة ولا واحدة طالعة، تعمل أسلاك حديد ذهب فضة، كل ذلك جائز بل مطلوب، وليس بتغيير لخلق الله، وليس بتغيير لخلق الله. هذا زينة المرأة في الأسنان. زينة المرأة في الطيب، في العطورات. هنا طامة. خاطر الكثير من النساء يضعن الطيب كاش كي يخرجوا. أكش تسمع. نسأل الله السلامة والعافية. زينة المرأة في الطيب. أولا
يجوز للمرأة أن تستعمل الطيب بجميع أنواعه سواء كان رجالي أو نسائي في بيتها فقط لزوجها أو لنفسها أو بين محارمها، هذا جائز. أما عند الخروج لا، أو في الحداد يبدأ امرأة ميت عنها رجل، الحداد بتاعها قدك 4 شهور و10 أيام، 4 شهور و10 أيام لا تلبس ذهب، لا تحط زيت، لا تخرج من بيته إلا لضرورة. وأي واحد غير زوجها الحداد بتاعها 3 أيام، يموت لها ولدها خوها بوها 3 أيام فقط. ما تحطش لا كحل ولا زينة ولا تلبس الذهب ولا تلبس المزركش ولا تخرج إلا بضرورة. الزينة إذن الطيب تحطه كان لزوجها أو للمحارم سواء كان رجالي أو نسائي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أو الصحابيات بالمسك وهو عطر لأصناف صنف من أصناف الجنس. حتى الراجل يجوز له باش يحط عطر تاع نساء، فيش حتى حرج في ذلك. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لك تخرج الجمعة وما لقيتش حتى فواح كانت تاع مرتك حط واخرج، وذلك جائز ليس فيه حرج بإذن الله تعالى، وليس من باب التشبه بالنساء ولا بغيره، جائز. أما الطيب الحرام هذا يلحق كي تتعطر وتخرج من بيتها معطرة، تبداش خارج المسجد، خارج المسجد تخرج معطر. النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء، والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وغيره: إذا أردتن المسجد فلا تمسوا إحداكن الطيب. هذه خارج المسجد، فبالك بالأسواق يخرجوا التافلات. إذا كان محطة العطر وتعدات إثم مبين ورب الكعبة. واسمعوا لهذا الوعيد الشديد، والحديث رواه النسائي وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من امرأة استعطرت فمرت على قوم، حتى تفاح خرج من بيتها، حتى تفاح لا يجوز لها وهي فوحة خرج، فمرت على قوم فوجدوا ريحها فهي كزانية. الزنا مش الموجب الحد، ولكن إثم عظيم. أيما امرأة استعطرت حتى تفاح، ماشي العز تفوح، خارج الخدمة تفوح، ورجلها ريحة تصدفه. نسأل الله هذا انتكاسة في الفطرة وانتكاسة وفهم للشرع المطلوب. أيما امرأة استعطرت ومرت على قوم تهيج مشاعر الرجال، ومرت على قوم ليجدوا ريحها فهي كزانية، إثم عظيم، فهي كزانية. هذه زينة المرأة في الطيب، يعني الفواحش تحطه إلا لزوجها في بيتها بين محارمها البر له، وإلا تقع في إثم مبين. وهذا لازم يعرف الرجال والنساء، لأن المرأة عرضك وبنتك عرضك، وأنت مسؤول عنها وعن بنتك بين يدي الله يوم القيامة. قال نبيكم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال سبحانه كما في سورة الصفات: وقفوهم إنهم مسؤولون. الكل سيسأل عن أهله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، مش أنفسكم فقط، وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هتفتوى الرجال ولا يسيبوا في بلادهم كاسيات عاريات، تحط العطر وهو تلقاه مرفوع الرأس وهو لا يدري أنه مستدرج من هذا الباب، وهي لا تدري المسكينة أنها واقعة في إثم عظيم، إثم مبين قد يدخلها النار، وما أدراك ما النار، نسأل الله السلامة والعافية. هذه زينة المرأة في الطيب. زينة المرأة في عينها، شنو يجوز لها وشنو لا يجوز لها؟ في العين السنة في العين هو الكحل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكتحل السنة. العين
أن للكحل فوائد في إنبات شعر الرموش وفي تقوية البصر. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال في الحديث الذي رواه النساء وغيره بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير ثيابكم البياض. أحسن حاجة يلبسها الرجل شنو؟ في الثوب اللون الأبيض. وكفنوا فيه موتاكم، وكفنوا فيه موتاكم، لعن الله. والشاهد من الحديث: وخير أكحالكم، يعني الكحل الإثمد نوع كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزال، وخير أكحالكم الإثمد فإنه أجل البصر. اسمع النبي ماذا قال: أجل البصر، خليك ترى خير، أجل البصر وأنبت للشعر، وأنبت للشعر. وزينة المرأة في العين، وهذا لازم يكون واضح، ديما يكون إلى المحارم. شرط أزرق وأصفر وأحمر وخارجك المرقع زينة، هذا كله لا يجوز إلا للزوج، كحل أو غيره للزوج. تأول عدسات اللاصقة، وتحط لك عدسة لاصقة نتاع ضرب في العين، هذا أجازه أهل العلم، نساج لابسة أنتينا للرؤية نساج. أما عدسة ملونة لازمها تخبر الزوج، مش تحط عدسة خضراء يسخال عينها خضر وهي عينها الأصلية سوداء، لا، تبين له ثم تضع، وليس في ذلك حرج. هذه زينة المرأة في العين. تو نمشي للإخضاب، يعني الحنة، وهنا وقفة. والصبغة، تصبغ شعرها وتضع الحنة. الحنة أحبتي في الله سنة، والنساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كن يتخطبن بالحنة في أغلب أوقاتهن، يدهم ورجلهم، وليس في ذلك حرج، بل أمر مطلوب. هل يجوز لها نتف الشيب ولا تصبغ شعر؟ راجل ولا امرأة عنده بياض في شعر وهو شباب 24 و 30 طلعت له شعر يحشر يقول هو كبرت وينحى، هذا لا يجوز نتف الشيب، لا يجوز، لا يجوز لا للمرأة ولا للرجل على حد السواء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تنتف الشيب، أمر، لا تنتف الشيب، فما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام، شيبة في الإسلام، إلا كانت له نورا يوم القيامة. واش نحن في النور؟ فما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. ويجوز المرأة تصبغ شعرها، يجوز، ولكن بشرط أن تصبغ ماشي بالصفرة أو بالحمرة، تصبغ أحمر أصفر. أما السواد حرام، تصبغ بالنكحل راجل ولا امرأة لا يجوز، بل هو حرام. تصبغ سنة، تصبغ بالحنة بالأحمر بالأصفر لزوجة جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، هم يصبغوش يهود والنصارى، فخالفوهم، أصبغ، فهي سنة. يجوز المرأة أن تصبغ بأي لون إلا السواد، والراجل كيف ينجم لحيته يحنه جائز، هذا كله جائز. أما بالسواد حرام، مش رئيس دولة رأسه بياض يمشي يعمل له صبغة كحل، هذا حرام. فنبيكم عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة رأى أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ابن قحافة رأي شعره أبيض ياسر ولحيته بيض ياسر، فقال لأصحابه: غيروا له ذلك، بس قولوا غيروا له ذلك من غير نتف حرام، ولكن تصبغ جائز بغير سواد. قال: غيروا له ذلك واجتنبوا السواد، واجتنبوا السواد، حرام
الحمراء تسبق بالسواد، أما لون آخر أحمر أو أصفر أو حنة كله جائز. تو الحنة للرجال، والعريس يقول لك الحنة بتاعه جيبوا الحنة، هذا حرام ولا يجوز. حنين للعريس، نسأل الله السلامة والعافية. هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. إيش تحنين؟ هذه من زينة المرأة وليست من زينة الرجال. لا يجوز للرجال إيش يحنين؟ لا أسبوع على صوت لا 10 كان شتحت يسبخها فقط بالحنة جائز. أما يديه لا، رجليه لا، إلا بشروط أو بشروط لا يجوز له. لا أسبوع على صوت تقول لي حنة عريس لا حنة، لا، هذه من زينة المرأة، ومعروف على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنها من زينة المرأة. ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. لا يجوز له. امتى يحط الرجل حنة للتطبيق؟ مريض، مثال مريض رجليه قال شنو الشك دخل عفريت، قالوا له راهي الحنة يدوي جائز، يحني رجله باش يلحق الشكوك للتطبيق جائز. أما يحني اسبوع ولا زوج للزينة فهذا كله حرام، وهذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وارض اللهم عن جميع أصحاب النبي، عن الخلفاء الراشدين المهديين، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وجميع الصحابة والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل في زينة المرأة المسلمة، وكله إفادة للنساء والرجال. أو زينة المرأة فاش في الذهب. في الذهب أجمع جمهور أهل العلم بجواز، يجوز يعني المرأة أن تتزين بجميع أنواع الذهب والفضة، وفي جميع الأصابع، جميع الأصابع تلبس وجه، هذا جائز للنساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحرير ووضعه على يمينه، وأخذ الذهب ووضعه على يساره أو على شماله، وقال هذا يعني الذهب والفضة حلال على إناث أمتي حرام على ذكورهم. واضح. الذهب والحرير حلال للنساء فقط دون الرجال. راجل يلبس الذهب فعمده إلى قطعة من النار، لابس خوصة ذهب أو شركة ذهب كأنه لابس حلقة من نار، نسأل الله السلامة والعافية، لأنها من الكبائر بل من المحرمات. حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. اشتو رجال في يقول لابس خاتم ذهب ولا شركة، فهذا قد عمد إلى جمرة فوضعها في إصبعه أو وضعها في عنقه، نسأل الله السلامة والعافية. فالذهب من زينة المرأة فقط، الذهب والحرير، ويجوز لها أن تتزين به كما قلت في جميع الأصابع، بخلاف الرجل. الرجل يجب يلبس خاتم ليس من الذهب، ولكن ثم أصابع في حق الرجال ما يحطش فيها الخاتم، لأن فيها حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث من حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام منع الرجال باش يحطوا الخاتم في إصبعه، وأشار إلى الوسطى والسبابة. الوسطى والسبابة هذا بالضبط يحطش الراجل فيهم الخاتم، بالطبع مش من الذهب، خوصة كيف يحبه دون الذهب، ما يحطش في الوسطى ولا في السبابة، لأن فيهما نهي
من النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر واضح إذن. الذهب حلال للإناث في جميع الأصابع لها أن تتزين، وللرجال حرام. أما بقية المعادن للرجل فمز الصابع لحد شواهم، وهي مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام الوسطى والسبابة. هذه زينة المرأة في الذهب. ما حكم عمليات التجميل؟ هذه كثير من الأسئلة. ما حكم عمليات التجميل بالنسبة للنساء؟ يكونوا مراسمين ونعمل عمليات لإزالة الدهون الزائدة. هذا جائز بإجماع أهل العلم، جائز لأنه ليس فيه تغيير لخلق الله. أما تكبير عضو من الأعضاء لغير ضرورة، تجي امرأة تحب تكبر عضو كيف لتجلب الرجال، فهذا حرام وفيه تغيير لخلق الله، فيه تغيير لخلق الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال على لسان الشيطان في القرآن: فلا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وجه أو وجه رجل أو امرأة تحرك، نسأل الله السلامة والعافية، ولا فيه جروح ضائعة، عمل عمليات تجميل، هذا جائز لأنه إعادة لأصل الخلقة، ما فيش تغيير لخلق الله، هذا كله جائز. أما الممنوع والحرام هو تكبير أعضاء لغير ضرورة، ولا إزالة أعضاء أو تغيير لون الجلد، هو أبيض يحب يرد روحه أصفر، ولا أكحل يحب يرد روحه أبيض، هذا حرام لا يجوز شرعا. هذا حكم عمليات التجميل. توزينة المرأة في ثيابها. شنو هي الثياب التي تلبسها المرأة لزوجها؟ بالطبع لا عورات، أما البر هذا الأصل، كي تخرج وتلبس في بيتها ما خلاف. أما البر اسم وريه شعر فقط. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل 7 شعرات لا تريح ريحة الجنة. تخرج معطرة، ولا لابسة الضيق، تلبس الضيق سروال ولا، وتخرج على مرأى الرجال. فقد قعد شيطان في مقدمتها ومؤخرتها يزينها للناظرين، وهي آثمة إثم عظيم. توك تشوف تونس وتشوف العريق، هذا كله معصية لله، تسناه في المطر، نسأل الله السلامة والعافية. الله يعصى بالليل والنهار. نساء كاسيات عاريات، تانا لابسة بوديل وسروال، وهي في أكبر المعاصي. تخرج المرأة بثياب الحشمة والحياء دون بيتها ودون محارمها، لقول الله سبحانه وتعالى: وهو أمر وفرض، في سورة الأعراف: يا بني آدم كلكم يا بني آدم إن أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلكم تذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يشغلكم الشيطان تعالوا يروحكم، لا. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة شيعا ينزع عنهما لباسهم. سبب خروج آدم وحواء من الجنة العلو. رد بالك يضحك عليكم مرة أخرى وعليكم نساءكم وبناتكم. وقال سبحانه كما في سورة النور: قل للمؤمنين، وسورة النور كلها براءة، سورة أنزلناها وفرضناها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. اسمع: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا عورتهن أو آباء عورتهن، يعني المحارم. وقال سبحانه كما في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك
ونساء المؤمنين كل يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وهذا اللباس له شروط، مش أي مرأة لبست محرمة ولا غطت راحة يعني محجبة. الحجاب الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ففيه شروط، والشرط إذا اختل كامل الحجاب ولا يسمى حجابا شرعيا. شنو شروط لباس المرأة المسلمة بنتك مرتك باش تخرجها في الشارع؟ أولا لا يصف المرأة شوي يقصف العورة. مش عمل عاد كان على الأدخل إذا كان وصفت جلبت الانتباه وأثارت الرجال، وهذا هو الغير المطلوب. لا يصف لا يشف والشفاف تلقى لابسه بوديه يوري الحمد. لا يصف لا يشف، يغطي كامل الجسم، كامل الجسم، على خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى إلا الوجه والكفين، ومنهم من رأى أنه كامل جسم المرأة عورة، وفي ذلك تدقيق وتفصيل، وهذا ليس موضوعي في حكم النقاب. لا يصف لا يشف، يغطي كامل الجسم. الشرط الآخر ليس من لباس الرجال لابس السروال ومحرم بالطيب، نسأل الله السلامة والعافية. هذا تبرج أعظم من تبرج الجاهلية الأولى. السروال هذا يصف المرأة ويزينها للرجال. لا يصف لا يشف، يغطي كامل الجسم، ليس من لباس الرجال. السراول وغيرها ليش للرجال، والسواد يصف، إذن ليس حجاب شرعي. لا يصف لا يشف، يغطي كامل الجسم، ليس من لباس الرجال، ليس من لباس الكافرات. يكون استشبه بأهل الكفر، تفرج على الممثلات، تفرج على الفنانات وتقلد فوق إن شاء الله حتى لابسة القدام. كيف نحن مأمورين الرجال زادا باش ما نقلدوش أهل الكفر في اللباس؟ حتى أهل البدع كالشيعة وغيرهم ندوس كحلة والعمام الكحلة كأهل الشيعة. لا يصف لا يشف، يغطي كامل الجسم، ليس من لباس الرجال، ليس تشبها بالكافرات. الشرط السادس لا يكون زينة في حد ذاته. هذه شروط أهل العلم باش يكون حجاب شرعي، باش تسمى وتحجب. مش لابسه اخضر واحد وراسه وصباتك ولا ازرق تقول لك بالكيف. لا يكون زينة في حد ذاته، يعني لون واحد بني كامل، أكحل كامل، أبيض كامل. وأحب الألوان بالنسبة للرجال البياض، وأحب الألوان عند الخروج للنساء السواد. أكتفي بهذا، وواصل إن شاء الله في الجمعة القادمة بقية البدع في الأفراح. مع أن برشا البدع نسأل الله أن يمكننا أن نزيلها بإذنه تعالى لتسعد البيوت. إني داع فأمن. اللهم